أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال الكبير المتعال، الحنان المنان كريم الإحسان ذو الجلال والإكرام، القائم على كل نفس بما كسبت، والمجازي لها بما عملت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. إلهي وسيدي ومولاي، سبحانك اللهم، سبحان ربي لم يلد لكن خلق. سبحانه خلق بنا آدم من علق، أحد فليس له شريك. سبحانه فطر العباد وحكمه فيهم سبق. إلهي وسيدي ومولاي، كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل والكل إليك عرض وعجم. ما لي عمل يصلح للعرض عليك، بل صار عدم. فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن ذل قدم. إلهي قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت إليك يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، وبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي، وخذني إليك مني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. وارزقني الفناء عني وكلي، وأذهب حرصي وحزني، واكشف لي من كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. واغفر بها لفقيدنا ذنوبه وخطاياه وسيئاته، واجعل اللهم المسك ترابه والحرير فراشه، وطيب مضجعه، وعطر مشهده، ونور مرقده. وكن له يا ربنا بعد الحبيب حبيبا، ولكل من دعا له سامعا ومجيبا.
واجعل الفردوس الأعلى من الجنة لنا وله ولجميع الحاضرين حظا ونصيبا، اللهم آمين. أيها الجمع الطيب المبارك، متابعة لليلة تكريم وعزاء صاحب الأدب والواجب المغفور له بإذن الله تعالى عم الحاج عيسى فوزي شلبي، شقيق الحاج محمد فوزي شلبي، والد السيد المهندس فوزي عيسى شلبي، والأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد عيسى شلبي، وابن عمة الحاج سامح هارون شلبي، السيد المهندس أحمد عدلي شلبي، كابتن محمود شلبي، ووالد السيد الرائد رسمي شلبي، ونسيب معالي السيد اللواء عادل الإمام نايل، ونسيب الحاج علي أبو الوفا، وابن عميد عائلات شلبي بمحافظة الغربية الحاج شاكر عبد المنعم شلبي، وخال السيد الرائد طبيب أحمد يحيى معلم أحمد الجبري درويش. أيها السادة، كبرى كسور الضيافة تحت إدارة أولاد الحاج الجبري درويش المقيمين بدمهوج مركز ومدينة قوسنا بمحافظة المنوفية. أيها السادة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قال: ومن هم سيدي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلم القرآني الكبير القارئ الدكتور محمد ماهر الشناوي يتفضل صاحب الفضيلة يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم على نور يهدي الله
نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. لقد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات الله البينات من سورة النور. تلاها علينا علم التلاوة بجمهورية مصر العربية المقيم بمركز ومدينة قوسنا بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمد ماهر الشناوي. قصور الضيافة التي تطلق وتطلب من مخازن عمالقة الفراشة بالجمهورية أولاد الحاج الجبري درويش المقيمين بدموج مركز ومدينة قوسنا بمحافظة المنوفية. الخدمات الفندقية تحت إدارة المتر أحمد الشربيني المقيم بأبو نبهان مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في ليلة تكريم وعزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج عيسى فوزي شلبي شقيق الحاج محمد فوزي شلبي، ووالد السيد المهندس فوزي عيسى شلبي، والأستاذ أحمد عيسى شلبي، وابن عمة الحاج سامح هارون شلبي، السيد المهندس أحمد عدلي شلبي، والكابتن محمود شلبي، ووالد السيد الرائد رسمي شلبي، ونسيب معالي السيد اللواء عادل الإمام نايل، ونسيب الحاج علي أبو الوفا، وخال معالي السيد العقيد طبيب أحمد يحيى، والمعلم أحمد الجبري درويش يتقدمون جميعا وجميع العائلة الكريمة، كما يتقدم عميد عائلات شلبي بمحافظة الغربية الحاج شاكر عبد المنعم شلبي إلى كل من تقدم إليهم بواجب العزاء. شكر التقدير، شكر الله سعيكم جميعا.